اي حد بيبدا يتعلم اي حاجه مش بس انجليزي بيخش فاتح صدره ويقول لك انا هقفل الحاجه دي في يوم يومين والدير يصطدم بالواقع. لكن ما تقلقش، انا هقول لك ازاي تعدي من الصدمه دي. ده منحنى التعليم. بعد ما بتبدا في السماء وتروح مهبود على الارض بيبقى قدامك مفترق طرق. 80% من الناس بيستسلموا ويروحوا يشوفوا لهم حاجه ثانيه، و20% بس اللي بيكملوا. مثلا لو انت عايز تتعلم برمجه ودخلت وخدت لك كورس بيجنر او مبتدئ ورحت مطبق وراه ونجح معاك المشروع، طبعا انت رحت طاير في السماء ورحت رايح على البروفايل بتاعك وكاتب المبرمج الصغير وحطيت جنبها الايموجي ده، فقلت بقى ده انا مبرمج انزل اشتغل بقى. فلما تنزل سوق العمل دب هتكتشف ان اللي انت اتعلمته ده ولا حاجه وكل الناس عارفاه، وتروح قايل البرمجه دي اي كلام وتروح رايح مدور على مجال جديد وتفضل تعيد نفس القصه. في الواقع المشكله مش في البرمجه او المجال اللي انت بتخشه، المشكله فيك انت. طبيعي لما تبدا اي حاجه هيقابلك عقبات، فانت بتبدا فاكر نفسك في القمه فبتصطدم بالواقع وتلاقي نفسك انك لسه في القاع عادي، وتبتدي بقى ان انت تطلع بجد. ولما تحط الوقت والمجهود بتبقى فعلا في القمه ومحترف في الحاجه دي. في مثل بيقول لك ما كانش حد غلب. بنسمع المثل ده كتير، لكن معناه ايه المثل ده؟ دلوقتي انت صاحب شركه وعايز تعين اتنين بيتكلموا انجليزي، واحد بيجنر عايزه يعمل مهام بسيطه والتاني ادفانسد عايزه يتعامل مع اجانب، تفتكر انهي بوزيشن هيتقدم عليه اكتر؟ اكيد البيجنر، لان معظم الناس بتقف هنا وبتيأس وما بتعرفش تكمل، وده لان كل اللي بعد كده محتاج وقت ومجهود علشان تعديه. فخليك من ال 20% اللي بيحطوا الوقت والمجهود ده وبيكملوا، وما تقفش هنا زي ال 80%. انا يا عم محمود هقول لك مشكلتي ومش هكذب عليك، انا في اول اسبوع كنت حاسس اني بتطور بسرعه جدا، لكن بعد كده الدنيا بطأت جامد. ده طبيعي وهقول لك ليه. فلنفترض انك عايز تتعلم تعد من 1 ل 100، فابتديت تعرف في الاول يعني ايه ارقام، وبعدين خدت من 1 ل 10، فانت كده اتعلمت 90% من العلم اصلا يعني ايه ارقام ومن 1 ل 10. الباقي بقى بيكون تطبيق عشان ما تنساش وتعرف شويه الحاجات الادفانسد زي ال 11 وال 12 وال 13 وهكذا، اللي هي اصلا بتكون جايه من الاساسيات برضه، لانك لو عارف 1 2 3 4 لحد 10 هتعرف 10 و11 و12 لحد 20، لان هي نفس الكونسبت بس في اختلافات بسيطه. لكن 90% يا اما ما بيطبقوش يا اما ما بيفهموش العلم بيحفظوه، فانت حافظ من 1 ل 10 وبعدين رحت حافظ من 10 ل 20 وبعدين رحت حافظ من 20 ل 30. طب ما هي نفس الحاجه، بس انت محتاج تفهم من 1 ل 10 تفهم يعني ايه عد وتفهم يعني ايه ارقام، وهتلاقي نفسك كل الحاجات الباقيه بتجيبها عادي. ماشي ماشي ماشي، انا فهمتك، الالتزام مهم وكل حاجه على عيني وعلى راسي، بس انا علق اعمل ايه؟ خليني اقول لك ان السبب رقم واحد في فشل الناس مش قله المهاره مش الغباء ومش الظروف، هو العلوئيه. والسؤال هنا كيفيه معالجه العلوئيه. اول حل انك تحط عادات محدده. على سبيل المثال تقول انا كل يوم الساعه 5 هعمل شادوينج، كل يوم الساعه 6 هعمل براكتس مع تشات جي بي تي. العادات المحدده بوقت دي هتخليك تلتزم وتستمر. يا عم محمود ما انا بقعد اقول كده وفي الاخر ما بعملش حاجه. انا عايز اقول لك ان ده السبب ان 80% من الناس فاشلين و10% بس هم اللي ناجحين ومعاهم كل اللي هم عايزينه. بس ما تقلقش، انا لقيت لك حل برضه. بعد ما تحط العادات بتاعتك انا عايزك تحط عاده واحده بس تكون اساسيه. بس العاده دي مش هتكون اي عاده كده وخلاص، لازم تكون عاده هتاثر على كل جوانب حياتك، زي انك تصحى بدري او انك تاكل اكل صحي او انك تنزل الجيم. بس يعني انا لما اكل صحي وانزل الجيم كده هتعلم انجليزي؟ وخليني اقول لك ليه. العادات دي بتاثر على باقي حياتك. انت لو قلت انا هصحى كل يوم الساعه 7 الصبح هتلاقي نفسك بتقول طالما انا بصحى بدري وملتزم ما اكل صحي ما العب رياضه ما اطور من نفسي. هتلاقي عقلك اللاواعي بيقول لك طالما انت ملتزم طب ما تلتزم اكتر، وتلاقي العاده دي بس بتاثر على كل جوانب حياتك. فعايزك بقى تدور على الحاجه اللي هتاثر على كل جوانب حياتك دي وتعملها. انا بدرس انجليزي بقالي 7 سنين، وعايز اقول لك ان اللي بيتعلموا انجليزي مش اذكى ناس ولا حاجه، حتى مش اشطر ناس. يعني ايه ما حدش بيتعلم انجليزي؟ لا، هو في صفه واحده بس مشتركه ما بين كل الناس اللي بتتعلم انجليزي، انهم حاطين عاده صح وخطه صح وبيطبقوها كل يوم. وعايز اقول لك على حاجه حلوه، ايه؟ انت مجرد ما بتعيد الحاجه كذا مره كذا يوم ورا بعض وخلاص بتبقى حاجه اساسيه في يومك، جسمك بيبتدي يتعود عليها، ولو ما عملتهاش تلاقيه مستغرب كده بيقول لك انت اكيد ناسي حاجه. عارف لما بتعمل سنوز للمنبه كل 5 دقائق، ده ان ما كنتش اصلا بتظبط 10 منبهات الفرق ما بين كل واحد والتاني 5 دقائق، رغم ان دي عادات زباله والمفروض تصحى من اول منبه، لكن هي عادات انت بتتعود عليها وبتكررها كل يوم. فعايزين نشيل العادات دي ونحط عادات كويسه، لان النجاح بيبقى من انك تحط العادات الصح. عارف ليه في ناس اغبياء كتير وتلاقيهم ناجحين في اهدافهم سواء في تعليم الانجليزي او تلاقي واحد غبي جدا بس معاه ملايين؟ لان الناس دي ما بتفكرش كتير في الحاجه. انت قدامك تاسك او هدف بسيط جدا تعمله، انك تجيب الصندوق ده وتحطه جوه الدايره. الغبي هياخد الصندوق ويحطه جوه الدايره ضم. الذكي بقى ده هيعمل ايه؟ هيسال طب احط الصندوق ده مايل ولا معدول؟ طب انهي اتجاه؟ طب ليه احط الصندوق جوه الدايره؟ فيا اما هيتعلق ومش هيعمله يا اما هيتاخر. فوانت بتنفذ التاسكات امشي بنظريه الحمار، اعمل التاسك وبس ما تسالش. عندي ليك تحدي، عايزك تجيب نتيجه وتحط لنفسك تاسك انك تعمل شادوينج وتعمل التاسك ده كل يوم لمده اسبوع الساعه 3، وكل يوم تعمل التاسك فيه هتجيب النتيجه او الكالندر وتعمل على اليوم ده اكس. بس انا هعمل اللي انت بتقول عليه، هحط العادات والعادات الاساسيه وهعمل التحدي وهمشي لا مؤاخذه بنظريه الحمار. بس انا ما اعرفش يعني ايه شادوينج وما اعرفش بالظبط لازم اعمل ايه. ما انا عشان كده هحط لك خطه كامله لتعليم الانجليزي في الموقع اللي في الديسكربشن، هيديك خطوه بخطوه المفروض تعمل ايه.